البنت راحت مع أمها علشان يحضروا حفلة عيد ميلاد الريس القديم، لكن وهي في الوليمة سمعت الناس بيتكلموا على ترابيزة فيها مكعب روبيك فيه 12 طبقة محدش قدر يحله قبل كده. البنت لما شافته قالت في سرها إن الموضوع بسيط جدا، وحست إنه تحدي تقدر تخلصه وهي مغمضة عينيها. قامت بكل ثقة وبدأت المؤقت ومسكت المكعب بإيد واحدة وقفلت عينيها وبدأت تلفه بسرعة خرافية، وبعد أقل من 6 ثواني المكعب اتحل بالكامل. في اللحظة دي الريس العجوز جري بسرعة بعد ما سمع الخبر، ولما شاف المنظر ما كانش مصدق وفرح في نفس الوقت، وسأل بصوت عالي: مين العبقري اللي عمل كده؟ البنت بكل هدوء قالت: أنا. وقبل ما الناس تلحق تصدق عمها جاك طلع يضحك بسخرية وقال: انتي؟ ده أكيد هزار. في العالم كله في أقل من 3 أشخاص يقدروا يحلوا مكعب 12 طبقة، وانتي فاكرة نفسك واحدة منهم؟ ده انتي ما تسويش حاجة. بس هو ما كانش يعرف إن البنت دي ما بقتش هي اللي كانت زمان، هي في الحقيقة أليس بطلة العالم في الذكاء والذاكرة. بس بعد ما ويليام حسدها ورماها من على السلم، روحها دخلت جسم البنت دي بالصدفة، علشان كده كان حل المكعب بالنسبة لها لعب عيال. ساعتها خالتها آنا دخلت في الكلام وبدأت تسخر من البنت وأمها لورا، وقالت إنهم الاتنين ما يسووش حاجة وإنهم لازم يتنازلوا عن أسهمهم في الشركة. طبعا لورا رفضت، فجاك اقترح يعملوا مسابقة ذكاء واللي تكسب تاخد الأسهم. البنت اتنرفزت من غروره وقالت إنها موافقة.